استنى بس، انا عايز اقول لك ان انا اهلاوي، ومع ذلك اللي بيحصل في الزمالك ده تعدى قله الادب، وعشان تفهم الموضوع ده لازم اجيبه لك من اخره مش من اوله. شيكابالا طلع بيان قال فيه ان كان عليه من نادي سبورتنج لشبونه 510 الف دولار، وعلى كلامه برضو المبلغ ده تقريبا يساوي بالمصري 3 مليون و900 الف جنيه، وعلى كلامه برضو المبلغ ده دلوقتي ب 40 مليون جنيه مصري. الكلام ده هو اللي كان بيقوله مرتضى منصور لما كهربا الدولار عالي وكهربا عليه الغرامه. قال لك شوف انت كان المفروض تدفع كام ودلوقتي بتدفع كام. طيب ايه اللي خلى اصلا شيكابالا يطلع بيان زي ده ويقول، بدل ما يقول على سياده الموسيقار المستشار، يقول على سياده المستشار مرتضى منصور، يقول عليه الرئيس السابق لنادي الزمالك؟ لان شيكابالا احنا عمالين ندور على مليون و450 الف دولار عشان لما سبت النادي بتاع سبورتنج ندفعهم عشان الخدمه وقوم بسبب الغرامه بتاعتك. بس ثواني، انت بتقول لما سبت سبورتنج لشبونه، يعني انت ما كنتش عايزه؟ انت جاي بتقول على كابتن نادي الزمالك بعد السنين دي كلها، العقد كان من 2004، بعد السنين دي كلها جاي دلوقتي تقول له لما انت سبت النادي فاللي هو المفروض انا ادفع لك ولا ما ادفعلكش؟ طب ما تطلع لممدوح عباس اللي انت بتحبه جدا، ولما استضافكم في نهايه الدوري اللي قبليه ادى كل لعيبه 100,000 واداك انت 300,000 ورحتوا له مكان. وبعد السنين دي كلها بتقول له ممدوح عباس اللي بتحبه جدا؟ اي حد ما بيعجبكش دلوقتي بتلبس له ممدوح عباس على اساس ان ممدوح عباس ده وباء؟ واحد كان رئيس نادي زيك على فكره، زي ما انت هتبقى في يوم من الايام كنت رئيس نادي عادي يعني. انا اعرف انه اللي بيحب النادي ما يتمردش، ما يلمش اللعيبه ويعمل اضراب الصبح ومش هنزل. بصوا عشان نبقى متفقين، بس انا اهلاوي ومع ذلك بقول لك شيكابالا مش هيشيل الطين لوحده. شيكابالا كان واقف عشان مستحقات اللاعبين كلهم وهو واحد منهم. هو نفسه مرتضى منصور جه في حته من الفيديو ده بيقول لك طب زيزو يعمل ايه اللي ما خدش حاجه اصلا؟ زيزو بقى يعمل ايه اللي ما خدش حاجه؟ فتوح. ايوه، وهو ده صح ان انت تمشي اللعيبه معهاش فلوس، ان انت تقعد تنقط له في فلوس وبعدين تزعل لما يروح نادي تاني؟ على فكره الكلام ده مش ضد الزملكاويه، الزملكاويه نفسهم مش طايقينه. انا عايز اقول لك احنا كاهلاويه كنا بنستغله في الضحك وبتاعه وبنضايق اصحابنا الزملكاويه، لكن هم نفسهم مش راضيين بالموسيقار. مفيش رئيس نادي في الدنيا اي لعيب يمشي من عنده يبقى مصاحب فلانه وماشي مع فلانه وامه وصاحبه ايه ده يا عم ده؟ ومع ذلك يجي واحد زملكاوي يقول لي لا مرتضى منصور مش هيشمها تاني، عمره ما هيرجع رئيس نادي الزمالك. ما هو مش انت اللي بتديله صوتك يا كحيان، انت مشجع، انت بتترمي في الاستاد تقعد تهتف طول اليوم وبتروح يا فرحان يا زعلان. لكن اللي بيشجعوا او اللي بينتخبوا فعليا اعضاء الجمعيه العموميه، الناس دي بتلاقي جوه خدمات، بتلاقي جوه ترفيه، بتلاقي جوه حاجات كتير جدا انت ما بتشوفهاش. واللي مش مصدقني يسال واحد من اعضاء الجمعيه العموميه في الزمالك، اي واحد عضو في نادي الزمالك، يقول له لو 10 من اصحابك كم واحد فيهم هيختاروا مرتضى؟ هم مش بيختاروا مرتضى عشان كسب الدوري ولا خسر الكاس، فهمت؟